السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجاله ثالث سنه، اخباركم ايه؟ دفعه 2024. اهلا بيكم في سنه جديده. في سؤال كده عم بيدور في دماغك، انا انزل اخد دروسي في سنتر ولا اخدها على المنصات ولا اتابع يوتيوب؟ مبدئيا كده ركز معايا للكلام اللي انا هقوله لك، بس قبل ما نبدا الفيديو ده عاوزك تشير الفيديو ده لكل زمايلك، سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده، ويلا يا عم نبدا الفيديو بتاعنا. بص يا سيدي، مبدئيا كده صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت اول حاجه، لو انا نزلت سنتر هل فيها مميزات وعيوب؟ طب هل يا مستر لو انا خدت منصات هل فيها مميزات وعيوب؟ واليوتيوب هل يا مستر اتبع اليوتيوب بس ولا لا؟ السؤال ده انا عارفه ان هو بيدور في دماغك قبل ما تبدا السنه بتاعتك. في اولى وثانيه ثانوي كنا بنقول عادي جدا ان انت تتبع منصات او تاخد اونلاين او تتابع اليوتيوب بس، لكن في ثالثه ثانوي الموضوع هيختلف شويه. طيب بس كل واحد وهقول ظروفه، فلو انت عندك الظروف دي فانت هتمشي ورا الطريق اللي انا هقوله لك. طيب مبدئيا كده، هل الناس اللي تابعت منصات بس ما وصلتش؟ لا، في ناس وصلت كتير جدا. وهل الناس اللي هي نزلت سناتر وانا فاكر ان هم بينزلوا ويضيعوا وقت ما نزلتش؟ لا، في ناس عادي وحققوا حلمهم عادي جدا. طب هل الناس اللي هي دخلت في مجال اليوتيوب بس، ذاكرت يوتيوب بس ما حققتش؟ لا، في ناس كتير حققت. بس الفكره في ايه؟ انا كخالد ما احبش اني اخد عند مدرس ما يشدش عليا. وانت في المنصة الراجل بيعمل اللي عليه وزيادة، ان هو بينزل لك الفيديو بتاعك وبيطلب منك اعتقد واجب او امتحانات، وانك انت مش هينفع تكمل غير ما تخلص الحاجة دي. وفي ناس كتيرة جدا في المنصات ما بتهتمش، هو اللي عليه ان هو ينزل لك فيديوهات الشرح والحل وخلاص يا سيدي. بس المشكلة فيك انت ممكن شخص اصلا لازم حد يجري وراك كده او يديك على قفاك يا سيدي علشان تشتغل مع نفسك جامد. فلو انت من النوعية دي ما ينفعش معاك المنصات خالص. لكن في ناس كتير واعرفها والله ما يفرقش معاها المدرس بيشد عليها ولا لا، هي اللي عليها ان هي عارفه ان النهارده اخلص كيمياء، يبقى النهارده هخلص كيمياء لو الدنيا بيحصل فيها ايه. النهارده هفتح المنصه عشان اخلص وليكن الدرس المعين اللي الاستاذ اديهولي مع الحل عليه، يبقى خلاص هو هيخلص الحاجات دي. ناس مش عاوزه مدرسين تشد عليه، وده مش عيب فيك. يعني لو انت مش من النوعيه دي اللي هو مش محتاج المدرس يشد عليك، مش عيب خالص. انا بقول لك انا كنت لازم اروح عند مدرس يشد عليا علشان اهتم بالماده. فبالله عليك لو انت ما تعودتش قبل كده انك انت تهتم بالماده بنفسك، بلاش تروح لحته المنصات خالص. لكن الناس اللي هي بتنزل سناتر، هي بتنزل ليه سنتر؟ علشان وليكن في ناس بتقول لك انا ما بعرفش افهم والمدرس قدامي على الشاشه، بالرغم ان في ناس بتنزل سناتر واصلا بتبدا ان هي تسمع المدرس بتاعها على الشاشه. وانا عارف ان ده غلط، وانا بفضل ان انت تروح عند مدرسين كويسين، حتى لو كويسين جدا 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 بس العدد يبقى قليل شويه. يعني المدرسين اللي هي كويسين جدا 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 بيدوا عدد في محافظات والعدد ما بقاش كبير قوي، واوقات ينزلوا قاعات كبيره جدا، بس انا ما اعرفش انت بتفهم ازاي. المهم يا سيدي، فانت لما تيجي تختار سنتر هتختار سنتر على اساس انك انت محتاج مدرس يهتم بيك، وان انت تقدر تسأله بعد الحصة، وان هو يقدر يشوف الواجب بتاعك، ولو في حاجة عطلت معاك هتروح تسأله. ولو كان العدد كبير انت بترجع للاسيستنت بتاعه. يعني من الاخر محتاج حد يشد عليك. بس المشكله يا مستر في السنتر ان هو بيضيع وقت شويه، ودي نرجع ان في ناس بيبقى المسافه بتاعتها كبيره شويه. اسمع ناس علشان توصل للسنتر الفلاني ده معاها ساعتين رايح وساعتين جاي. فانت ممكن تحل المشكله دي بحاجه صغيره، انك انت تحاول ان انت تضم دروسك مش في يوم واحد عشان ما اضحكش عليك، مثلا من يومين ل3 ايام، علشان كأنك تبقى نازله واحده 3 ايام ورا بعض، وباقي الاسبوع يبقى فاضي معاك فل الفل. لكن الناس اللي هي السنتر عادي جنب بيتها تعتبر نزولها للسنتر ده سواء رايح او جاي ما هو الا تهويه فسحه، يعني لان انا طول اليوم بذاكر، فانا رايح الدرس راجع من الدرس ما هو الا فسحه بشم هوا. لكن الناس اللي هي ظروفها الاماكن بتاعتها بعيده، الحل بتاعك ان انت تضم دروسك كلها في 3 ايام. وانا عارف ان هو هيبقى ضغط عليك، بس ده اسلم حل ليك. وما تحاولش سواء انت منصات او سنتر ما تاخدش في الماده عند اكتر من مدرس، الله يكرمك. تمام لحد هنا؟ تمام. يبقى انت السنتر خلاص قلت لك ايه هو مميزاته وايه هو عيوبه، والمنصات قلت لك ايه هي مميزاتها وايه هي عيوبها، بتختلف من شخص لشخص تاني. اما اليوتيوب انا وجهة نظري ان انت ما ينفعش تعتمد عليه اعتماد كامل. وقول لي ليه يا مس؟
لان لعل وعسى يا سيدي انا شخصيا لما اجي انزل لك يوتيوب ممكن يحصل عندي دروب فتلاقيني ما نزلتش فتره. هل انت هتبقى مربوط بيا كده؟ طب ما انت كده اللي خسرت. طب انا حصل لي ظرف اعمل ايه؟ خلاص انا وقفت وليكن فتره يوتيوب كده انت اتضريت. طب يا مستر هتقول لي مش معنى انت في مدرسين تانية وليكن المدرسين التانية برضو بيلعبوا على حته صغيره زي ايه؟ زي ان هو بيجي يكنسل حته زي مثلا ما بيحلش كتير على اليوتيوب، الراجل حقه عاوز ان انت تروح تاخد عنده في منصه او حاجه زي كده، فانت ساعتها هتعمل ايه؟ هتقول يا ريتني كنت خدت عنده في المنصه، يا ريتني كنت رحت السنتر احسن، فانت ساعتها هتبقى في حيره شويه. فانا افضل ان اليوتيوب ما هو الا داعم بيساعد، الا خلي بالك ان في مدرسين كتير جدا بتنزل شرح وحل باستمرار عادي جدا. انا بقول لك لو انت نيتك على مدرس معين والمدرس ده ما بينزلش حل كتير فساعتها انت هتبقى خسران. في واحد تاني بيعتمد ان انا خلاص المدرس ده بينزل شرح باستمرار يبقى انا هسمع له شرح، وواحد تاني بينزل حل باستمرار يبقى انا هسمع له حل. لكن في ناس لما بتيجي تعمل الحركه دي بتتلخبط، فانت برضو وقدراتك. لو انت اليوتيوب مرتاح ان المدرس ده بينزل على طول، وقبل ما تنوي نيه ان انت تتبع اليوتيوب ده تسال المدرس اللي انت هتتابعه يا مستر انت هتنزل على اليوتيوب ايه علشان ما تتسوحش بالبلدي كده. لكن في ناس بتعتمد على اليوتيوب في حته زي ايه؟ في مدرس بيعمل تلخيصات كل فتره شكرا، في مدرس ده الكلام ده لثالثه ثانوي اولى وثانيه ده ساعه، في مدرس بينزل شرح وشرحه احسن وبيضيف عن المدرس اللي انا باخد عنده، بس المدرس اللي انا باخد عنده ده مميزاته ان هو العدد بتاعه صغير، بفهم منه شويه، بيحل كتير، فانا ممكن اسند عليه في الشرح. ممكن المدرس بتاعي شرحه توب قوي جدا بس ما بيحلش كتير، فاسند على اليوتيوب في الحل. فده فايدة اليوتيوب، وده عيب ومميزات المنصة، وده عيب ومميزات السنتر. انت اللي بايدك تختار وتحدد لنفسك ايه افضل طريق، وما تقولش ان السنتر بيضيع وقت. لا، انت قادر يا سيدي ان انت فترة روحك للسنتر ورجوعك للسنتر قادر ان انت تعتبره ان هو تسلية، تفتح التليفون تشوف ممكن تراجع اي حاجة مفيش اي مشكلة. ولو المسافة بعيدة عليك زي ما قلت لك اضغط الدروس بتاعتك مش في يوم ولا اتنين، خليها في 3 ايام عشان يبقى باقي الاسبوع بتاعك فاضي. اتمنى ان انت تكون عرفت ايه حل للمشكله اللي هي بتيجي على دماغك كتير. وانا ممكن اقابل واحد زميلي فيقول لي ما تروحش سناتر بتضيع وقت، خليك في المنصات، فتيجي تاخد منصات تلاقي نفسك مش عارف تلم نفسك والدنيا اتكومت فوق بعض، فساعتها ده مش هينفعك ولا اللي قال لك ما تروحش سنتر هينفع. اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو ده وما كنتش طولت عليك وتكون وصلت للحل ان شاء الله. عاوزك تشير الفيديو ده لكل زمايلك وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تابعنا عشان تتابع حل وشرح منهج الفيزياء ان شاء الله لدفعه 2024. سلام عليكم.